لو هتفضل بنتك بالشكل ده تاخدوا بعضكم وتمشوا. انا اتخنقت. ايه الهزار بتاعك؟ لا انا اتخنقت بقى بجد. بيطلب مني كتير جدا، احنا عايزين كورسات، احنا عايزين فيديوهات تعليميه، احنا عايزين حاجه تفرق معانا وتطور مننا. اللي قاعد في بيته ما عندوش حاجه وعايز يشترك في القناه دي. القناه دي قناه تعليميه بتوفر كورسات، كورس انجليزي، كورس رسم، كل حاجه. انا حاليا اشتركت الماسه فيها، بتبقي قاعده في بيتك عادي عن طريق الانترنت، عن طريق برنامج بيقعدوا وبيدرسوكي كويس جدا اي منهج انت عايزاه. طبعا كل انواع الطلبه سواء ابتدائي، اعدادي، ثانوي يقدروا ياخدوا كورسات في الاكاديميه اللي انا جايبها لكم دي. موجوده على التيك توك، موجوده على الانستجرام، موجوده على اليوتيوب، موجوده على الفيسبوك، موجوده في كل مكان. بتوفر لكم كل انواع الكورسات باسعار بسيطه. الغير مقتدرين هيقدروا يشتركوا باسعار بسيطه جدا. اللي مش قادر يشترك خالص يشترك في القناه، بتنزل فيديوهات تعليميه بشكل يومي عشان تستغلوا الاجازه وتطوروا من مهاراتكم. لان كتير جدا بيتبعت لي يا ايه احنا عايزين حاجه تبقى اونلاين، احنا ما بنخرجش في البيت، ما عنديش وقت اخرج، اولادي عايزه اعلمهم حاجه كويسه جدا. فانا برشح لكم القناه دي وبقوه. المشرفه عليها مديره سابقه لمدرسه حكوميه، وبالتالي هي شاطره جدا، موظفه ناس شاطرين جدا بيدوا كل انواع الكورسات، كل المواد، كل حاجه. وزي ما قلت لكم الغير مقتدرين يقدروا يدخلوا يشتركوا في القناه وهيتعلموا بدون اي فلوس. احط لكم لينك القناه في الديسكريبشن وفي اول كومنت. اشتركوا لان انا مشتركه الماسه وعلى ضمانتي هتتعلموا حاجه حلوه جدا. واشتركوا لو في مقدرتكم، الكورسات بتاعتها قويه جدا. ويا رب النهارده اكون افدتكم قبل ما نبدا المقلب. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير، وحشتوني جدا جدا جدا. هتشوفوا اقوى فيديو على القناه. اكل الشيبسي الحاجات دي غلط. في ايه يا الاء؟ في ايه؟ بصور يا حبيبتي، بصور. تصور؟ هنعملك ايه؟ تعالي انت هنا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير، وحشتوني جدا جدا جدا. الشيبسي ده غلط، ما ينفعش، سبايسي. طب يا مسا يا الاء، انا دلوقتي بصور فيديو، ايه الهزار بتاعك ده؟ تعالي يا ماسة. طب تعالي ندخل عشان ماما عايزه تصور. يلا. يعني مش فاهمه انا امها ولا انت ولا ايه؟ انزل للناس الكواليس دي طيب؟ والله ما نزلت ولا يهمني. استغفر الله العظيم يا رب. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير، وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده يوم ممتع خلاص بقى. وبعدين قلت لك الشيبسي ده سبايسي ما ينفعش تاكليه. يعني اصور ولا نظامك ايه؟ خناقات طول اليوم هي وماسه، مش طبيعي. طب الاء انا على فكره كل ده في الكاميرا، انا عايزه اصور. استغفر الله العظيم يا رب من كل ذنب عظيم. هو في ايه يا الاء؟ استغفر، معلش بسم الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير، وحشتوني جدا جدا جدا. ايه رايكم النهارده في المقلب اللي ابتكرناه الفظيع؟ عايزه اقول لكم اول حاجه، ماسو بطله المقلب النهارده هي والاء. قولوا لهم فعلوا الجرس ودوسوا لايك على الفيديو واشتركوا في القناه عشان ماسو. بعيدا عن ده كله، ده المقلب بتاع النهارده. تخيلوا ان الاء طول اليوم بتهزق ومتضايقه من ماسو. اتفقنا مع نمر ان احنا هنعمل فلوج عن مين هيكتم نفسه في الميه فتره اطول. طبعا هو عامل نفسه ابو التحديات كلها، طلع يلبس مايو، بس احنا هنلبسك يا نمر مش مايو، احنا هنلبسك مقلب. تخيلوا بقى ان الاء كل شويه تزعق لهرماس واحنا اوريدي بنصور فلوج. الاء طول الوقت هتفضل تزعق في ماسه لحد ما هتوصل ان هي تطردنا من البيت. يا ترى رد فعل نمر هياخدها بهزار ولا ياخدها على اعصابه ويمشينا فعلا، ولا ايه اللي هيحصل؟ اصبري عليا، اصبري يا انتي، ده انا هنرفزه نرفزه خليه ولا فلوس. لانه بصوا هارينا مقالب. الاقي يا عيني شربت يعني فعايزه تنتقم منه النهارده. تعالوا نشوف الانتقام الرهيب. قبل ما نبدا الفيديو عايزه اسالكم سؤال، بتتصرفي او بتعملي ايه كأم لو لقيتي اخواتك او اخوات زوجك بيزعقوا لبنتك او لابنك؟ هل بتصرفي تصرف عادي؟ الموضوع
الموضوع بسيط ولا بتاخدوها على اعصابكم؟ شاركوني عشان انا عايزه رايكم. عايزه اقول لكم لبسنا مثل مايو، لبسناها لايف جاكيت، وهنبدا النهارده التحدي جامد جدا. الاستاذ نمور قد التحدي، بيقول لنا 5 دقائق هيكتم نفسه. انت بتعمل ايه؟ عايش حياتك. الاستاذ ده شكله هيكسبنا، بس عامه اللي هيخسر النهارده هيبقى فيه حته عقاب ما يخرش الميه زي ما بنقول كده. انت قد التحدي يا عايزه اقول لكم نمر ما بيسيبش البسين ابدا. يا نمر فضي البسين، عايزين ننزل ابدا. طول اليوم عامل كده، تعالى اقعد مع اهلي ابدا. هو طول اليوم في الميه عباره عن سمك. روحي اقعدي عند ماما. يعني انا خايفه بصراحه انه يكسبني النهارده في التحدي. اصلا انا ما بعرفش اعوم اولا، ثانيا ما بعرفش اتحكم في نفسي قوي، فربنا يستر، بس ان شاء الله هفوزك. يا ابني تعالى خد بنتك عايزه تلعب معاه. تعالى خد مثلا يا نمر شويه من الاء. روحي يا مثلا مع بابا بقى. خدها شويه يا نمور، خدها شويه. تتوقعوا نمر اللي هيفوز ولا الاء ولا انا؟ انا حاسه ان انا اللي هفوز باذن طبعا الله. أنا. الله هنبدا بيك انت، بما تعالي انك بقى انت خلصي. كبير. الله مقاما. اسمعي الكلام. بس تعالي يا ماسة. بما انك الكبير مقاما اسمعي الكلام، يلا روحي. لازم انت النهارده اللي هتبدا الفيديو. روحي لابوكي. ثانية واحدة بس، مالك يا ماسة؟ ايه بس ايه؟ اسمعي الكلام، لما اقول لك حاجه تسمعي الكلام. خلاص استنى يا ابني، انت كمان التربيه. ما عندكيش جنب تستقبلي ولا يا ابني انت مربينها تقولي حاضر. يا بنتي اسكتي، انا هكلمها انا. انت مدلعها، انت مالك وهي كده؟ مدلعينها. دلع مين؟ بطلي هبل، ما تتكلمش كده. طب نمر ايه ده انت بقى؟ يلا نبدا في الفيديو. بكلمها ازاي يا ابني؟ دي بنتي. بكلمها ازاي؟ دي بنتي عادي. ده هي امها نفسها ما بتكلمهاش كده. تعالي يلا. طب لو سمحت يا نمر نبدا الفيديو. فكك من مسا روحي شويه. روحي لباباكي يلا. فكك من مسا. انا مش عايزاكي تقعدي جنبي يا ستي، روحي لباباكي. خلاص انا زهقت. خلي امك ما تنزليش. ليه مش عايزه تنزلي يا قلبي؟ خلاص خديها ليله زقالي بقى. ماشي عادي، الا بتحبك يعني. ماشي يا حبيبتي، وانا كمان بحبها، بس انا زهقت يعني، مش طول اليوم. ايه كام لو من فضلكم نبدا الفيديو. ركز بقى عشان الفيديو يتصور، عشان كده ده هبل. كل ده هشيله في المونتاج. حاسبي انت هتقعي. دلوقتي تحدي انك تقعد دقايق. لا مش أطول هتنزلي واحد البسين، فينا خلاص يقعد هتقعي. يكتم نفسه تحت الميه. ما تسمعي الكلام بقى يا ماسة. هو في ايه؟ بتتكلمي معاها براحتك. يا بنتي ما بتتكلمش كده بجد. انا بكلمها عادي يا ابني، هي بتدلع. تعالي. انا بكلمها عادي وهي بتدلع، ما عملتش حاجه. ما تزعلش يا الاء. يا ابني عادي. طيب ما اسمعوا. تنزليش، انت عايزه ايه؟ هنسمع وبعدين طول الفيديو اليوم بسنتنا. واخده الموبايل بتاعي، ما بتديلهاش مش موبايلك عايزه ليه؟ تنزلي يا الاء. خلاص احنا عايزين نبدا الفيديو. خلاص. خلاص. انت هي بتحبك بس معلش صوتك عليها كده. يا ابني انا بحبها برضه وبتعامل معاها طب عادي. نبدا الفيديو يا نمر. مين قال لك نبدا إن- الفيديو. فكك من كل مين قال لك ان انا ما نبدأ الفيديو. بحبهاش؟ بس انتوا سايبينها لي طول اليوم، انا زهقت. طيب عايزة معلش مالك يا إيه؟ الاء نبدا الفيديو. سايبينها لي والله، لازقه فيا طول اليوم، واخده الموبايل وعماله بترميه على الارض. انت بتقولي هاتها جنبي، هاتها تنام جنبي، هاتها في حضني، انت يبقى بمزاجك. لا مش بمزاجي، هي اللي لازقالي. لو مضايقاكي انا يعني بقول لها روحي لهم، ما بتروحلكوش، انا اعمل ايه؟ طيب لي حاجه ماسة بعد اذنك. اقول لها ايه طيب دي؟ طب لو سمحت نبدا الفيديو. إيه هتقول لها فكك ما من كل تجيليش؟ الكلام ده. مش فاهماه. هاتها معايا. طيب يلا نبدا الفيديو يا نمر. تعالي خلاص سيبي معاها. يلا يا نمور تعالى. هو انت ايه ماسك هرماس بتذنب بيها يعني او يلا خليه يشيلها شويه. ماشي. ايوه شيلها على طول، ايه المشكله؟ انت بجد والله ما تزعلنيش منك، ما تتكلمش والله يا ابني انا بتكلم عادي، انت اوفر. حد انتوا يتكلم معاها ولا مقفورين؟ انت يعني خليتها وربيها واعملي كل اللي انت عايزاه، بس ما تعليش صوتك عليها ولا تمدك عليها ابدا. يا ابني ولا مديت عليها ايدي ولا عليت صوتي، ده عادي، ده الطبيعي بتاعي عادي. خلاص يلا بس نبدا ماشي، الفيديو يلا. عشان النهار هيروح ولا هنعرف نصور ماشي، يلا. فيديوهات. يلا تمام. طيب يلا نبدا الفيديو بقى يلا، يا نمر هنعمل بجد. ايه؟ ما التحدي عبارة عن صورناش دقيقه. ماشي، التحدي عباره عن ايه؟ التحدي عباره عن مين يكتم نفسه اكتر في الميه، انا ولا نمر ولا الاء. طبعا انا اللي هفوزكم. لا طبعا يا حبيبتي، انا اللي هفوز باذن الله. صدقوا وتامنوا بالله، دول بياخدوا حقن عشان ياخدوا نفسهم الطبيعي اللي هو على سطح الارض عادي. اخر مره غرقانه اصلا. احنا بنغرق في شبر ميه يا ماسة عمالين بنتكلم، ما تتكلميش كده، بتبوظ يا ابني الفيديو. طب يا الاء ما انت صوتك اللي ما هو طالع مش كل شويه معايا. انا هقعد اعيد بقى، انا زهقت. الاء في ايه؟ عايزه حاجه عارف مصحياني من امتى بنتك؟ عارف مصحياني من امتى؟ اسمعي لو مضايقاكي خدها وامشي. يا ابني دي من 7 الصبح قاعده معايا. ليه تمشي ليه؟ اسمعي بس، لو مضايقاكي خدها وامشي. لا. لو عملت اي حاجه تيجي تقولي لي حصل كذا كذا ما كذا. هي عماله بتعطل. طب يا جماعه نبدا بعد الفيديو إذنك يا ثانيه واحده ما حدش يتكلم معاها كده بعد اذنك. اهي ماسة اسكتي بقى. الله طيب معلش يا نمر، ما خالتها لازم تربيها يعني. في ايه يا نمر؟ خليه يروح. خليه يروح. خليه بقى. هو عمال بيزعل ليه؟ انا ما عملتش حاجه اصلا. انا اصلا كل ده عشان الفيديو.
عايزه اقول لكم دخل جوه وسابنا، انا هروح اناديله. اصبري يا بنتي، انا زعلانه زعل، انا بجد قلبي بيتقطع وانا بزعق لهرماس. على فكره الاء صعبان. لطيفه جدا مع ماسو، بس طبعا انا لازم ازود الجرعه وهروح انادي النمر دلوقتي. صعبان عليا قوي على فكره، تزعل مني. لا بجد مش صعبان هتزعل، عليا دي قوي. جميله. تلاقيش انت مالك لا يا بنتي، افورتي نمر قوي. مش مشكله، نمر هيفهم لكن ماسه مش هتفهم. هي دلوقتي دخلت تنادي نمر ونمر زعل جدا، ربنا يستر بقى من اللي هعمله اللي جاي وما يزعلش اكتر، لان انا مش هعلي الجرعه، ده انا هولع في الجرعه. المقلب شكله باظ ولا ايه يا جماعه؟ بقى لهم كتير قوي جوه. المشكله مش كده، المشكله هراضي نمر ازاي بعد اللي انا هعمله ده، والمشكله ان انا لسه هتطور كمان، ده لو طلعوا يعني والمقلب ما باظش. ايه جت الحمد لله. ايه انا عايزه اقول لكم شكل نمر زعل وشكل الفيديو باظ، زعلان جدا يا شيخه مش هتطلع. تعالي يا ماسو تعالي. شكلنا اخترنا وقت يعني مزاج نمر مش مظبوط، فللاسف يعني مش يعني هيطلع؟ شكل الفيديو مش هيكمل. لا مش راضي والله. لا ازاي هيكمل؟ هطلعه لك دلوقتي هتشوفي. هتطلعيه ازاي؟ ماسه انزلي بقى. في ايه؟ عايزه اقول لك انت هتولعي في الدنيا النهارده. تعالي يا انتي معلش. نمر عايزه اقول لكم ممكن يستحمل اي حاجه الا ان حد يكلم ماسه بطريقه وحشه مهما كان هو مين. لا مش طبيعي، انت البنت لازقه لي ليل ونهار، انا تعبت. طب ايه المشكله يا الاء؟ صحياني من الساعه 7. ايه المشكله؟ لا بصراحه افورته قوي معايا انا. لا لو فضل الموضوع طب خلاص لو فضل الموضوع بالطريقه دي تاخدي جوزك وتمشي وبنتك. إيه يعني لا بس متضايقه من هرمس عشان مصحياه من 7 الصبح. لو هتفضل بنتك بالشكل ده تاخدوا بعضكم وتمشوا. انا اتخنقت. ايه الهزار بتاعك؟ لا انا اتخنقت بقى بجد. بطلي هزار هو ايه اللي بس؟ خلاص تعالي يا ماس يا تعالي. بنت صريخ يعني انا تعبت وزن. خلاص يا نمر بقى، الاء بتهزر يا نمر، الاء بتهزر. تعالى يلا عايزين نصور فيديو بتاعنا يا نمر. على فكره انا ما بهزرش. تعالى لو بعد اذنك والله ما اخش روح. هاتي بس مفتاح العربيه وهاتي الشنطه بتاعتي بس. في ايه الهزار ده؟ مش عايز كلام. مع يا ابني السلامه. بنصور يا مش عارفه يا جماعه اعمل ايه، الموضوع قلب بجد فعلا، وانا دخلت دلوقتي ادور على اخواتي حد يجي ينقذني من نمر، لقيته خد العربيه بتاعته ومشى، وانا مش عارفه اعمل ايه بصراحه. الموضوع قلب بجد، مفيهاش هزار ومش عارفه اعمل ايه.